السلام عليكم أصدقائي المستمعين. واليوم غنقدم قصة من قصص الرعب للعنوان ديالها جنية الحمام. وقبل ما نمشيو لهاد القصة ما تنسوش ديروا واحد لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم أي جديد. وبلا ما نطول عليكم نمشيو لهاد القصة ديال الرعب. كيقول صاحب القصة بأنه في هداك اليوم مشى الحمام، ولكن الحمام اللي كان كيمشي ليه لقاه بأنه مسدود، وقرر باش يمشي الحمام جديد اللي عمره ما مشى ليه. ولكن ندم تمشى لهداك الحمام. مشى الحمامات كلهم اللي كيعرف، ولكن كان كيلقاهم عامرين، حيت في هداك اليوم الغد ليه كانت واحد المناسبة، وهاد المناسبة هو العيد. ومن بعد كيمشي وكيلقى واحد الحمام اللي كان مفتوح ويلا تحل جديد. وهاد الحمام هذا ملي دخل ليه كيلقاه خاوي وما فيه حتى واحد. كيقول صاحب القصة بأنه في الأول كان مخلوع شوية، حيث كان هو الوحيد في هذاك الحمام. ولكن اللي طمأنه أكتر هو أن الشخص اللي كان حاضر الحمام كان شخص اللي عادي، وما كانت حتى حاجة اللي كتثير الانتباه بأن هذا الحمام هذا يقدر يكون فيه شي رعب. كيدخل الحمام باش يعوم، وفي هذيك اللحظة هو كيعوم كيسمع واحد الصوت ديال واحد الغناء، وكانت واحد الفتحة في الحيط اللي قريبة من الحيط. كان كيسمع واحد الصوت ديال الغناء، وهذاك الغناء ماشي ديال شخص، وإنما كانت هاد الصوت هذا ديال درية. وكيسمع هذاك الصوت وما فهمش كيفاش هاد الحمام هذا واش هو تقريبا النص ديالو ديال الرجال والنص الثاني ديال النساء. كيقول صاحب القصة بأنه ما داهاش في هداك الشي وبدا كيعوم، ولكن في واحد اللحظة كيسمع هداك الصوت وهو كيعيط عليه. وما كانش كيعيط عليه بالسمية ديالو، وإنما كان كيعيط بواحد الصوت واش كاين شي واحد هنا. في هذيك اللحظة صاحب القصة ما فهمش درية كتعيط عليه ومن مورا الحيط، وكاين هذيك الفتحة اللي كبيرة. في واحد اللحظة كتقول ليه باش يعطيها المشطة. كيقول صاحب القصة بأنه في هذيك اللحظة ما فهمش شنو واقع، وكيسولها وكيقول لها واش هاد الحمام هذا مقسوم على جوج، ديال رجال بوحدهم وديال النساء. وهي كتقول ليه بأنهم هما كيعوموا في الجهة الثانية. واللي ما فهمش كتر هو هذيك الفتحة الكبيرة اللي مخلينها، ولكن هو ما سولهاش وقال ليها ولكن كيفاش مخلين هاد الفتحة كبيرة في الحيط وهنا كيعوموا النساء وهنا كيعوموا الرجال. وقالت لي في هذيك اللحظة بأنها هي أول مرة كتجي لهاد الحمام هذا اللي الله فتح. كانت هذيك الفتحة اللي في الحيط بعيدة شوية على الأرض، ومن اللي بغى يعطيها المشطة كان خاصو يطلع على شي حاجة، ولكن كان كيحس بأن يديها كتبان بأنها طويلة، وما فهمش كيفاش هي تعلقات وخدات من عنده المشطة. وفي واحد اللحظة باللي بغات تاخد من عنده المشطة كانوا عندها الضفار، وحس بأنها بحال بغات تشدو من ايديه، ولكن خدات المشطة وهبطات. في هذيك اللحظة كيقول صاحب القصة بأنه استغرب، وكانوا تا الإيدين ديالها غرابين شوية. من بعد كيمشي عند الشخص اللي حاضي الحمام ما كيلقاهش، وكيرجع للمكان اللي كيعوم فيه. شوية كيسمع نفس الصوت ديال هذاك الغناء اللي كانت كتغنيه. ومن بعد كتقول ليه بأنها ما جابش معاها لوازم ديال الحمام وبغات الغراف باش تعوم. ومن بعد كيعطيها مرة تانية الغراف، ولكن لاحظ هاد المرة بأنها كتشد الغراف وكتماطى بإيديها لإيديه وبحال باغا تشدو. وفي هاد اللحظة هادي قمشاتو بالضفار ديالها.
كيقول صاحب القصة بأنه الدم سال ليه واحد شوية، ما كانش شي جرحة كبيرة، كانت غير جرحة صغيرة، ولكن حس بأن هذاك الجرح شوية صعيب وكانت ايديه كتضرو. قرر باش يخرج ويسول الشخص اللي حاضي الحمام. ملي خرج كي لقى الشخص اللي حاضي الحمام بأنه كاين وجالس، وفي هذيك اللحظة قرر باش يسولو، وقال ليه الشخص اللي حاضي الحمام بأن فعلا النص تاني كاينين فيه النساء، وبأن هاد الحمام باقي جديد وباقي ما سالاوش الإصلاحات ديالو، وغيديروا واحد الدجاجة اللي كتسد هذيك الفتحة اللي في الحيط وما كتبينش. ولكن الغريب ان الشخص اللي كان حاضي الحمام سولو وقال ليه علاش، واش شفتي شي حاجة ولا سمعتي شي صوت؟ قال ليه صاحب القصة بأنه سمع صوت ديال درية. وفي هذيك اللحظة استغرب الشخص اللي حاضي الحمام وقال ليه بأن الحمام ديال النساء باقي ما حلوش، ولكن يقدروا يكونوا فتحوه في هذا اليوم هذا. من بعد كيرجع صاحب القصة المكان اللي كان كيعوم فيه، وهاد المرة هادي كيسمع الصوت ديال الغنى، ولكن كان مختلف شوية، والصوت بحال غلاظ وما بقاش كما كان في الاول. وكان هداك الصوت تقريبا بحال ديال شي وحدة اللي كبيرة في العمر. كان كيقول صاحب القصة بأن هذا الصوت اللي سمع ديال المرأة تقريبا تقدر تكون كبيرة بزاف. ومن بعد كتعيط عليه وكتقول ليه بأنها الأم ديال هاد الدرية اللي خدات من عنده المشطة والغراف، وشكراتو وقالت ليه باش ياخد المشطة ديالو. وفي هاد اللحظة هادي كتماطي الإيد ديالها وكتعطيه المشطة، كي ياخد المشطة ومن بعد كتعطيه الغراف. وفي اللحظة اللي بغى ياخد من عندها الغراف كيلقى بأن الإيد ديالها بحال كتماطى لإيديه، وبغات هاد المرة تشدو من إيديه، ولكن ما فهمش شنو اللي واقع. كيشد الغراف بالزربة وكياخدو وكيطيح. ومن بعد كيقول بأنه سمع الصوت ديال هذيك المرأة وهي كتعيط عليه، وقالت ليه هاد المرة هادي باش يعطيها الغراف واخر مرة غتاخدو من عنده، حيت هي قريبة تخرج وقربات تسالي. وقالت ليه بان ظهرها ضرها وما تقدش تطلع الفوق وتماطي ايديها. ومن بعد قال ليها بانه ما يقدرش يوصل لهذيك البلاصة، وقالت ليه يحاول باش يطلع الفوق ويضرق عينيه وما يشوفش لتحت. وفعلا كيقول صاحب القصة بأنه احترم هاد الشي وبغى يعطيها الغراف. كيخرج وكيلقى بأن الشخص اللي حاضي الحمام خارج وكان الكرسي ديالو محطوط. كيدخل وكيهز هذاك الكرسي وكيمشي للمكان اللي كان كيعوم فيه، كيطلع فوق الكرسي باش يعطيها الغراف، وكما قالت ليه سد عينيه وعطاها الغراف وهو كيشوف في الجهة الثانية. كيقول صاحب القصة بأنه حس بالإيد ديالها كتشد إيديه وكتجرو لعندها. وفي هذيك اللحظة كيقول صاحب القصة بأنه ما فهمش شنو اللي واقع، وحيد إيديه من عينيه وظهر لعندها. وفي هذيك اللحظة كيتبان ليه هذيك المرأة وهي الوجه ديالها في واحد الشكل اخر. كيقول صاحب القصة بأنه ملي شاف فيها قلبه بدا كيضرب بالجهد، وكان الوجه ديالها كيخلع، وتا السنان ديالها كانوا تقريبا كلهم نياب، وكانوا الدمايات خارجين ليها من فمها. وكيشوف في الجهة الثانية وكيلقى واحد الراجل اللي كان طايح في الغرفة اللي كانت كتعوم فيها، والأحشاء ديالو كلهم خارجين، كينشر ايديه بالزربة وكيطيح في الارض. ومن بعد هي كيشوف بأنها هبطات شهية، وكيمشي جري عند الشخص اللي حاضي الحمام وكيقول ليه هاد الشي اللي وقع. في الاول الشخص اللي كان حاضي الحمام ما تيقوش وما فهمش شنو اللي كيقول. كيقول صاحب القصة بأنه سول الشخص اللي حاضي الحمام وقال ليه واش جا شي واحد قبله عام في هاد الحمام هذا،
وقال ليه بانه جا واحد الشخص في الصباح عام، ولكن ملي خرج ما عرفش كيفاش جا خرج. وفي هذيك اللحظة كيفهم صاحب القصة بان هذيك الجنية غتكون كلات هذاك الراجل اللي كان طايح في الارض. وقال الشخص اللي حاضر الحمام بانه يتبعه ويمشي معاه ويطل في الغرفة الثانية، ولكن الشخص اللي حاضر الحمام قال ليه بانه ممنوع يطل على الحمام ديال النساء. وفي هذيك اللحظة كيقنعو صاحب القصة باش يطل، وكيقول ليه بان شي حاجة كتوقع ليه غريبة، وهذا الشيء اللي كيقول ليه كله حقيقي. من بعد كيمشي معاه الشخص اللي حاضر الحمام، وفعلا كيطلع، وملي كيطل ما كيلقى حتى حاجة. ما فهمش الشخص اللي حاضر الحمام شنو اللي واقع، وقال ليه بان ما كاين حتى واحد. وفي واحد اللحظة الشخص اللي حاضر الحمام غضب وقال ليه هاد الشي اللي كتقول كله كذوب. وملي قال ليه صاحب القصة بان هاد الشي حقيقي قال ليه طلع وشوف بعينيك. ملي طلع صاحب القصة كيقول بانه لقى المكان كله خاوي وما كاين حتى واحد، وما فهمش شنو اللي واقع. ولكن اللي ما فهمش كتر هو ان الشخص اللي جا قبل منه ما شافوش الشخص اللي كان حاضر الحمام. وهذا الشيء هذا كيخليه بانه يتاكد بان الهضره ديالو حقيقيه. والمشكله الشخص اللي حاضر الحمام ما كانش كيعرف هذاك الشخص اللي مشى خرج وما بقاش رجع. كيقول صاحب القصة بأنه قال للشخص اللي حاضر الحمام بأنه فعلا شاف هذا الشيء، ولكن يقدر يكون غير تخايل ولا ما كانش ناعس مزيان. من بعد كيقول ليه الشخص اللي حاضر الحمام باش يعوم دغيا ويسربي باش يخرج، وبانه ما غيبقاش يتسناه وعنده ربع ساعة. كيقول صاحب القصة بانه اصلا ما كانش باغي يبقى يعوم، ولكن في اللحظة اللي كان غادي فيها الشخص اللي حاضر الحمام صاحب القصة كيقول بأنه ملي شاف في المكان اللي كيطلوا منه كانت هذيك المرأة كطل عليه من هذيك الفتحة اللي في الحيط، وهاد المرة كانت هازة في ايديها الأحشاء ديال هذاك الشخص اللي مات وهي كتاكل وكتضحك. وكيقول صاحب القصة بأنه خدا اللوازم ديالو وبغى يخرج، ولكن اللي ما فهمش هو كيفاش بأن هذيك المرأة اللي كان عارفها بأنها جنية ما كانش كتقدر تفوت هذيك الفتحة، وكانت كتبقى في هذاك المكان بوحدو، وكتبغي الضحايا ديالها باش يماطيو ايديهم وتشدهم منهم وتجيبهم الغرفة عندها. والى هنا اصدقائي كنوصلوا لنهاية قصة رعب ديال هاد اليوم. ما تنسوش ديروا واحد لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.